أن سيدنا محمد سيد العالمين. هل رأت عين مثل ما رأت عيناه؟ وهل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه؟ يكفيه فخرا وشرفا أن من صلى عليه صلى عليه الله. يوم القيامة الحوض حوضه واللواء لواه. ثم أما بعد، سريعا في ظل ارتفاع الدولار وفي ظل ارتفاع الأسعار أقول لك كلمة حق، لا مجاملة ولا نفاق، لا مجاملة لأحد مهما كانت مكانته على حساب دين الله. ارتفع الدولار يتحل الدولار، ارتفع الأسعار ما يهمنيش، إن شاء الله يوصل ل 100 جنيه الدولار. أنا واخد حكم من المحكمة الإلهية وأنت عندك 120 يوم وأنت في بطن أمك أن الذي تكفل برزقك هو الحي الذي لا يموت. مطمئن بذلك؟ أمال بترغي كتير ليه؟ بتتكلم كتير ليه؟ اسمع مني ما أقول. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اسمع، لو تقربت إلى الله بالطاعات جعل الله جل وعلا لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب، وبركت الأرزاق على عتبة دارك. وإن عصيت ضيق الله عليك الرزق ولو تغير رؤساء العالم. النهارده نسمع امتى يتغير الرئيس، امتى يتغير الوزير، امتى يتغير المدير، امتى يتغير جاري، امتى مراتي تتغير، امتى مديري في العمل يتغير. والوحيد الذي يحتاج إلى تغيير هو أنت. الذي يحتاج إلى تغيير هو إيمانك بالواحد القهار. راجع أنت نفسك، أنت لما عصيت، أنت لما أذنبت ضيق الله عليك الرزق. سئل أحد الصالحين، اسمع، قيل له: لقد ارتفعت الأسعار، ماذا نفعل؟ قال لهم: اسمعوا، الإنسان والأشياء عند الله ككفتي الميزان. اسمع دي، وحد الله. الأشياء كلها اللي في الدنيا اللي انت بتشتريها وتجري وراها، والإنسان عند الله ككفتي الميزان. إن ارتفعت قيمة الإنسان عند الله قلت الأشياء، وإن قل قيمة الإنسان عند الله زادت الغلاء وعم البلاء. إمتى يرتفع قيمة الإنسان؟ بالطاعة والقرب للواحد الديان. في معاصي، في ذلات. اتصل علي رجل في الأربعاء الماضي يطلب مني فتوى. قلت له: عليك بدار الإفتاء المصرية فهم أهل للفتوى. قال لي: لا، اسمعني يا عم الشيخ، أنا شتمت ربنا. قلت له: قال سبيت ربنا علني، وصلت الجمعة على الواحد القهار. قلت له: أنت قلت إيه؟ قال: أنا راجل تاجر ببيع واشتري، الزبون نرفزني. قلت له: قال لك إيه؟ قال لي: قول لي ربنا يرضى عنك، خلص خلينا امشي. قلت له: ربنا يرضى ما يرضاش ان شاء الله عنه مريض. وترجع تتكلم في الاسعار. شوف انت قاطع اختك بقالك كام سنه، شوف انت ما صليتش
صلاة الفجر الجماعة امتى؟ هم الرزق ده لا تحمل همه. قال شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، قال شيخنا الشعراوي اسمع: لا يحمل هم من كان له أب، فكيف يحمل هم من كان له رب؟ اللي له أب لا يحمل هم، أمال اللي له رب، اللي له رب واحمل الهم ما عندوش دم، ما عندوش دم. في اتنين ضريرين ما توحد الله، عمي ما بشوفوش، جلسوا أمام بيت أم جعفر. اسمع، لأن عارفين أم جعفر كريمة. الأولاني الكفيف رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني من فضلك، لأن ربنا اللي قال: واسألوا الله من فضله. إنما الكفيف الثاني قال: اللهم إني أسألك من فضل أم جعفر. أم جعفر سمع الحوار فبعتت للي بيسأل من فضل الله دينارين. طب واللي سأل من فضله بعتت له فرخة مشوية وحشت جواها 10 دنانير. تاني يوم قعدوا الكفيفين أمام بيت أم جعفر، الأول يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، والثاني: اللهم إني أسألك من فضل أم جعفر. بعتت أم جعفر للي بيسأل من فضل الله دينارين بس، إنما اللي سأل من فضله عملت له فرخة وشوتها وحشتها 10 دنانير. ما توحد الملك. أم جعفر سمع الحوار. ظل هذا الحال 10 أيام، وبعد ال10 أيام خرجت أم جعفر واقتربت منهم، فقالت لمن يسأل، قالت له: هل أغناك فضلنا؟ اتغنيت؟ قال لها: وأين فضلكم؟ أنا ما شفتش حاجة. قالت له: ازاي؟ ده أنا كنت ببعت لك فرخة مشوية وحشيلك فيها 10 دنانير. قال لها: ده أنا كنت ببيعها لزميلي بدينارين، كان بيديله الفرخة وياخد منه دينارين. دوكا ما كانش يحلم بجناح في الفرخة، ياكل الفرخة ويتكرع ويقول الحمد لله واضرب ال10 دنانير في جيبه. فبكت أم جعفر وقالت: طلبت فضلنا فحرمك الله، وهو طلب فضله فأعطاه وأغناه. قالت أم جعفر: من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله لا مل ولا ذل ولا ضل ولا قل. الله يفتح عليك. خليك مع الله. قلقان ليه؟ انت قلقان ليه؟ انت غرقان في النعم. بالك احصائيه عالميه من دوله كافره، اسمعها مني. لو انت قمت النهارده من النوم في بيتك على سريرك ومتغطي ببطانيه اسباني والماني وبابك مقفول عليك، فأنت أفضل من 500 مليون بني آدم على وجه الأرض مشردون في الأرض. في 500 مليون بني آدم لا مأوى له. أنت نايم على السرير وبتشد عضابك، قل الحمد لله عشان يزيدك. النهارده لما أنت تقوم من النوم وأنت بكامل الصحة والعافية وتقوم تجيب طعمية وفول وفسيخ ورنجة وتروح دشش البصلاية وتاكل وتتكرع، التقرعة تهد الجوارح. أنت أفضل من 7 مليون بني آدم على سرير المرض ينتظرون الموت في أي لحظة. شوف أنت نايم بتشد على الرابع
وفي ملايين نايمين في المستشفيات على الجهاز التنفسي عندهم سرطان الرئة منتظر الموت في أي لحظة، والتاني قاعد بره بيئن من الألم مستني يخش على الجهاز عشان يغسل كده، والتاني عنده تليف كبد، والتاني في مستشفيات السرطان ينتظرون الموت في أي لحظة. أنت بتقوم تاكل فول وطعمية وهو بياكل على الخراطيم. أنت بتخش الحمام تغسل نفسك، وفي ناس نايمة على الأسرة ملبسينها بربص. ما تزعلش مني من الكلمة اللي أنا هقولها، لم نفسك أحسن لك، إنك النعمة. لم نفسك ليبدل النعمة النقمة. قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. انت مش باشا، انت مش معلم، انت مش برنس، انت مش حاسبها صح، انت مش فاهم حاجة هيخلي عليها وطيها. لم نفسك احسن لك ليبدل النعمة النقمة. انت اسماعيل احد الصالحين كان يريد ان يشتري حذاء، اعزكم الله، عايز يجيب شبشب او جزمه. عارف ليه؟ مش الشبشب باظ ولا داب ولا اتقطع، ده ماشي حافي. كل يوم يقول انا نفسي اشتري شيء، مفيش، واحنا السلع ماليه السوق اهي. يعني انت كمان مش موجوده، ده موجوده، هما ما كانش فيه خالص، مفيش. وفي يوم من الايام وقع في الجامع قال: والله الذي لا اله غيره لن اشتري حذاء بعد اليوم، لا هفكر في الحذاء، ولو معايا فلوس مش هشتريه. قالوا له ليه؟ قال: مررت على رجل يملك الملايين ولا يستطيع ان يشتري حذاء. قالوا له ليه؟ بخيل جده؟ قال: لا، لانه مبتور القدمين، رجليه مقطوعه. فقول الحمد لله، قول الحمد لله، ولم نفسك، لم نفسك احسن لك. في بلاء، في ضنك، في ضيق في الرزق، تقرب الى الله بالاستغفار، بالتوبه تنزل عليك الارزاق. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الناس اللي بتقول لك الحكومه والوزير والفلان، ليس هناك احد يحكم الارض اعدل من عمر بن الخطاب. اقرا معايا التاريخ، سنه 17 هجريه في عام الرماده. سموها عام الرماده ليه؟ الارض سدت في عهد عمر بن الخطاب، واشتد ناس، لا في سوبر ماركت ولا في اكل في السوق، حتى الارض ما كانتش بتطلع النت، حتى المطر ما كانش بينزل من السماء. هل عمر كان ظالما؟ عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب الذي بشره النبي بالجنة. عمر بن الخطاب الذي قال عنه الرجل: حكمت فعدلت فنمت يا عمر. عمر بن الخطاب الذي قال: لو قال الله يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت عني ذلك الواحد. عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشي في طريق ورآه الشيطان سلك طريقا غير طريق عمر. عمر بن الخطاب الذي فرق الله بين الحق والباطل على لسانه. عمر بن الخطاب الذي وافقه الله من فوق السبع السماوات ب3 آيات في القرآن، ومع ذلك حصلت المجاعة. وهنا أتوقف وقفة بسيطة للتجار الظلمة، للتجار اللي ولعوا في البلد نار. أقول لهم من على هذا المنبر: اتقوا الله. التجار اللي ولعوا فيها نار واستغلوا الظروف وبنصوا في دم الغلابة والفقراء والمساكين. التاجر اللي عايز يبني عمارة
وبعد ما يبني العمارة من الحرام عامل لي يافطة بالرخام على العمارة وكاتب عليها هذا من فضل ربي، هذا من الحرام. يا مجرم يا مجرم اتق الله. قال النبي محمد التجار يبعثون يوم القيامة فجار إلا من اتقى وصدق. التاجر يتقي الله لأن ماله مش هينفعه. ستدخل القبر وحدك وستسأل وحدك وستقف أمام الواحد القهار وحدك. في عام الرمادة الناس مش لاقية تاكل، الجوع. جه أغنى تاجر جاب البضايع على 1000 بعير. البضايع فيها ايه؟ زبيب، قمح، زيت. والتجار ساعة ما شافوا البضائع داخل المدينة الناس مش لاقية اللي تفحال. التجار جريوا يشوفوا البضائع اللي داخلة عند مين؟ فرأوا هذه البضائع وقفت أمام بيت عثمان بن عفان. ركزوا، عثمان اللي الملائكة بتستحي منه، عثمان بن عفان اللي اتجوز بنتين من بنات النبي. سيدنا النبي اداله الأولى ماتت، النبي اداله الثانية ماتت. فلما الثانية ماتت النبي ما قالوش انت قدمك اسود علينا كفاية كده، قال له يا عثمان لو عندنا الثالثة لزوجناها لك. ده عثمان بن عفان ده شغلانة، ده عايز خطب عثمان. التجار اتلموا حواليه قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له اسمع يا عثمان هنديك على الدرهم درهمين، الحاجة ام جنيه هندفع فيها 2. فقال عثمان هناك من زادني. محدش يمد له على حاجة. قالوا له خلاص هنديك، اسمعوا يا تجار، قالوا له هنديك على الاثنين 4. قال هناك من زادني. قالوا له هنديك 5. قال هناك من زادني. هنديك 6. قال هناك من زادني. قال هنديك 7. قال هناك من زادني. قال له اسمع يا عثمان بقى، مفيش تجار في المدينة اللي احنا، مين اللي زادك؟ الله. قال الله. قال كيف ذلك؟ قال زادني على الحسنة 10. أليس الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها؟ أشهدكم أن هذه البضائع أخرجتها للفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله رب العالمين. اقروا التاريخ، روح وخش على جوجل لو ما عندكش كتب وشوف التاريخ، شوف الأبطال دول ليه بقى؟ عايز أقول لك كلمتين. هو اللي بيلعب دلوقتي بيلعب في إيه؟ اللي أنت شايل همه بيلعب في إيه؟ بيلعب في الدولار؟ بيلعب في الأسعار؟ كل دي أشياء دنيوية والدنيا فانية. أهم حاجة دينك. ليه؟ ما تصلى عليه؟ لأن سيدنا النبي كان دائما يدعو هذا الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا